السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير إن شاء الله وعلى خير. اليوم جيتكم وجبت لكم معايا تحلية ولا أروع في البنة. ما شاء الله، يعني جربوها وراح تعجبكم أكيد، ليكم انتوما ولا ضيافكم. ومم مليحة ثاني في الموسم تاع الشتاء، بما أنه مخدومة بالتشينة هنايا بالبرتقال. راح تكون يعني كما يقولوا دوزونا، يعني تكون مفيدة للصحة وبنينة ثاني. وش نحتاجوا لهذه الوصفة؟ نحتاجوا لها 3 بيضات يكونوا بحرارة الغرفة. هنا نحتاجوا نص كاس نتاع الزيت. هنا البنات انا عندي كاس واحد، بقى لي غير كاس واحد من هذه النوعية، نص كاس تاع الزيت. نتوما وانايا هذوك الكيسان شوية صغار، على بها زدت لهم شوية فوق النص، يعني نص كاس زيت من هذا النوعية، هذا يكون كاس تاع 250 مليلتر، ونص كاس تاع عصير نتاع تشينا، ونص كاس نتاع السكر. يعني كامل عندهم. نتوما الا حبيتوا تزيدوا له شويه الحلاوه زيدوا لها شويه. نزيدوا لها الزاز نتاع تشينا، وواحده خميره، وكاس ونص فرينه. هذه هي المكونات نتاع لابات التحتانيه. فوالا. هنايا نحطوا البيض نتاعنا، نحطوه نبداو نخلطوه بشويه، ونزيدوا له نص كاس نتاع السكر بشويه حتى نتحصلوا على يعني شكل رغوي. وقلت لكم هو نص كاس، اللي يحب شويه الحلاوه تقدروا تزيدوا فوق النص كاس هذاك بشويه، يعني كاس غير ربع ولا هكاك. انا ما نحبش، ما حبيتش لوغو يجي حلو بزاف، خليت لوغو تاع تشينا يبان بزاف هكا. نبقى نحط السكر بالتدريج. اعذروني الصوت راني مقريبيا. فوالا هكا حتى نتحصلوا على هذا الخليط. شوفوا كيفاه تضاعف الحجم نتاعو. هنايا راح نزيد نحط الزيت بشويه، اللي هي نص كاس نتاع الزيت، راح نحط غير بالتدريج. وهنايا البنات سمحوا لي راني نكاميري نفيلمي هنايا غير بيدي، يد تخدم ويد تفيلمي. سي بور سا التصوير يعني ما قدرتش نصور مليح مليح. هكا نكمل كمية الزيت، ومن بعد نبدا نحط العصير. هنايا كاس عصير يعني برتقال، يعني صافي، ماشي زعما هكا تاع قازوز ولا عصير ما فيه ني ما ني والو. تعصروا 3 حبات تشينه هكاك، ولا راح يجيبوا لكم نص كاس تاع عصير هكا مع الزاست نتاع تشينا هكا. نزيدوا لها واحده خميره، ومن بعد نضيفوا لها كاس ونص نتاع الفرينه هكذا. كاس ونص فرينه. نخلطهم مع بعض حتى نتحصلوا على خليط شويه يعني نوعا ما ثقيل هكذا. هذا هو الحجم نتاعو كيفاش يجي. هذا هو الشكل النهائي نتاعو بعد ما ضفنا هنايا الفرينه. من جهه واحده اخرى نجيبوا سنيوه اللي رايحين نطيبوا فيها في الفرن، لكن الشرط الاساسي انها تكون شويه غارقه كما هكا. كما راكم تشوفوا، شوفوا العمق نتاعها راهو قيس 4 اصابع يعني من يدي انايا، خاطش راح تطلع. ورايحه نزيد نعمرها انايا بلا كريم. ندهنو هنايا السنيوه تاعنا هنايا بالزيت، ونحط لها شويه فرينه. وإلا كان متوفر عندكم هنايا بابي كويسون ديروها، انا ما كانش متوفر عندي، لكن هذه طريقه ثاني بالزيت، وتزيدوا تحطوا لها شويه فرينه. ماهيش راح تلصق لكم كامل. فرغوا الخليط نتاعكم في السنيوه تاعكم، خطوه شويه باش تتسوى، لاخاطش اش قلت لكم النوعيه نتاعها تجي هنا الحجم نتاعها شويه ثقيل. نحطوها طيب. من جهه واحده اخرى نجيبو هنايا كاسرول، نديروا فيها نص لتر نتاع الحليب، نحطوا فيها 3 مغارف نتاع السكر،
واللي يزيد الحلاوه يحب يزيد على روحه. هنايا 2 مغارف فارينه و2 مغارف مايزينا، وهنايا عطر الفاني يكون من النوع هذا احسن باش يبان اللوغو نتاعو. نفرغوا 2 مغارف الفارينه تاعنا، نزيدوا 2 مغارف نتاع المايزينا، نخلطوا مع بعضهم. وهنايا كاختياري يعني الا ما كانش عندكم ما كلاه، انايا هنايا غير باش يجيني لوغو تاع الكراميل زدت لها هنايا حوالي 2 مغارف كبار نتاع فلون كراميل نتاع رابحه. يعني حنايا كجزائريين هذا الفلون نحبوا نستعملوه بزاف، فلون كراميل رابحه. نخلطوا مع بعضنا شويه ومن بعد نحطوها تحت النار حتى نتحصلوا على يعني خليط كثيف نوعا ما، يعني يعقاد شويه. مادام هو سخون راح نحط فيه حوالي مغرفه كبيره نتاع الزبده ونذوبوها على الخليط نتاعنا. هي تذوب الزبده وحنا نغطيوها قبل ما نغطيوها نضيفوا لها لافاني، نحطوا لها لافاني هنا كما قلت لكم، ومن بعد نغطيوها. من جهه واحده اخرى ثاني نجيبوا هنايا كاس ونص كبير من عصير تاع تشينا، ونحطوا لها حوالي 2 مغارف نتاع المايزينا و3 مغارف ثاني نتاع السكر. 2 كيسان عصير تاع تشينا ولا كاس ونص كبير. انايا فضلت اني نخلي اللب نتاعها، تحبوا نتوما تصفيوه وزدت لها قلت لكم هنايا تزيدوا لها مع 2 كيسان تاع العصير تزيدوا لها 2 مغارف نتاع المايزينا وحوالي 3 مغارف هكاك سكر باش ما تغطيوش الكو تاع التشينا. تقدروا ديروا لها 2 مغارف سكر فقط، يعني 2 كيسان عصير مع 2 مغارف مايزينا و2 مغارف سكر، ونخليوها ثاني تعقاد تحت النار. من جهه واحده اخرى راهي طابت هنايا هاي هنايا راهي وجدت، شوفوا الشكل نتاعها النهائي. هذيك الخليط نتاع التشينا والسكر والمايزينا ولاباط تاعنا هنايا هاي طابت رايحه نقلبها على وجهها، يعني على ظهرها ماشي على وجهها، ومن بعد نسقيها بكاس نتاع الحليب هكذا. هكا نسقيها كامل ونخليها تبرد. من جهه واحده اخرى نجيبوا هذيك لاكريم هنايا بعد ما حطيناها في الفريجيدار وجمدت كامل، نجيو هنايا نبداو نخلطوها حتى نتحصلوا حتى يروحوا هذيك الطبقه اليابسه من فوق وتروح هذوك لي غران هذوك اللي كاينين وكلش نتحصلوا على يعني شكل رطب من فوق. نفرغوا الخليط هذاك تاع لاكريم، شوفوا كيفاش تجي، نخلطوها كامل هكذا. فرغناها كامل على بها. قلت لكم لازم السنيوه اللي ديروها تكون غامقه كيما هكا، باش غارقه ماشي غامقه، باش نحطوا عليها هذه هي. نسووها مليح من الفوق ومن بعد نزيدوا نصبوا عليها هذاك الخليط نتاع البرتقال ونسويو السطح من الفوق مليح بسباتول ولا بكاش حاجه، هنايا ونحطوها على الاقل 3 سوايع في الفريجيدير تجمد مليح حتى تجمد لاكريم في التحتانيه هذيك والفوقانيه. هنايا بعد ما وجدت وبعد ما جمدت مليح معايا خليتها 3 ساعات. هاي هنايا شوفوا كيفاش راهي ناشفه الله يبارك. يعني لو كان ما تخليوهاش في الفريجيدير مده 3 ساعات حتى الرابعه، يعني رايحين تلقاو الطبقه ماهيش مازالت ما نشفتش مليح. ها هو الشكل نتاعها النهائي. هنايا رايحه نجيب نموس هنايا ورايحه نبدا نقسمها معكم. بما انه سنيوه تاعي انايا هنايا راني اخترتها يعني تكون مدوره، حنقطعها معكم بالشكل هذا تاع مثلثات. نتوما لا عندكم سنيوه كاري تقدروا ديروها ثاني كاري وتقطعوها بالشكل الكاري ثاني حتى هو باش ما تروح لكمش يعني لو شارم نتاع التقطاع.
المهم تكون السنيوة تاعكم غارقة. فوالا هاكا انا حنبدا نقطعها كيما راهي، رايحه نديرها مثلثات هكذا. وبعد ما قطعتها انايا هذا هو الشكل النهائي نتاعها. شوفوا الشكل نتاعها النهائي، شوفوا الله يبارك من تحت لاباط هنا راهي مشربه هايله الله يبارك. ريحه التشينه هنايا ما عنديش واش نقول لكم، يعني فاحت، ما عنديش واش نقول لكم الله يبارك. طعم لاكريم كان يعني طعمه رائع، مخلط بالطعم تاع الفلون، مخلط باللوغو تاع الفاني هذيك اللي درناها، وزاد غلبت عليها لاكريم الفوقانيه. صدقوني يعني راح تعجبكم. تقدروا ديروها ثاني تجي في ديمول هكا انديفيديوال وحدهم، تقدروا تحطوها ثاني في مناسباتكم في افراحكم ان شاء الله. يعني صدقوني جربوها وراح تعجبكم اكيد، وراح تعجب العائله نتاعكم كامل. ان شاء الله فيديو اليوم يعجبكم وينال رضاكم ان شاء الله. في انتظار فيديوهات اخرى باذن الله تعالى، وما تنساونيش بالتعليق والاشتراكات ان شاء الله، راكم باخليني نوعا ما. وهذا هو الشكل النهائي نتاعها. شوفوا كيفاش الله يبارك لاكريم نتاعها هنايا تكون عاقده وهز يعني شاده راسها مليح، شاده روحها وشاده راسها. شوفوا الزست كيفاش راه يبان على الحبه، تتشرب مع كاس عصير. الله الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.